السلام عليكم متتبعين قناة وصفات لطيفة، مرحبا بكم معنا في القناة. اليوم غادي نوجدوا معكم حوتة معمرة بالشعرية الصينية. المقادير: نص معلقة ديال الملحة، معلقة ديال الكمون، معلقة عامرة التحميرة، معلقة سكينجبير، معلقة كركم، نص معلقة سودانية، بصل دروس الثومة، وجوج وريقات سيدنا موسى صغار، نص معلقة ديال القزبور اليابس، كيس حامضة معصورة، ندير جوج معالق ديال الخل، غنديرو دابا العطرية للحوتة. ودابا درنا الشرموله للحوتة وغنبيتها حتى الغدا مرقده في العطريه ديالها. غادي نديرو العماره ديال الحوتة. عندي هنايا الشعريه الصينيه درتها في المطايب قطعتها صغيره، غندير عليها الزيتون مقطع دواور ودوائر، كزبر مع الفلوس والتوابل اللي بقات من الحوت وزدت عليها ورقة موسى. غادي نزيدها في لاصوص. التوابل اللي درناها في الحوت كلشي، وغادي نخلطو وغادي نعمر الحوتة. دابا غادي نعمر بالشعريه غندوزو نديرو لاصوص. والحوتة نحلوها من الظهر ديالها، ما تحلش من القدام، من الظهر باش كتهز مزيان. المطيشه محكوكه او الطماطم فيها قزبور مع الدلوس، فيها عريش ديال ازير، فيها فلفله حمراء او تحميره، قزبور ديابس، معلقه صغيره ديال مطيشه د الحك، جوج وراق ديال سيدنا موسى او الرند، ودريش ديال الثومه وشويه ديال السودانيه او الحار. وغنديرها تشحر. غندير شويه ديال زيت الزيتون وزيت المائده في تاكره. غنزيدو لاصوص ديالنا. انا حطيت حوته ديالي في التاكره، ملي تقرب طيب غنزيدو عليها واحد شويه ديال القمرون والزيتون، وقد ما بقى شويه القمرون والزيتون طيب نتلاقاو معكم. غادي نزيد دابا شويه الزيتون، غير شيشه، وشويه القمرون على حسب الذوق. قمرون على حسب الذوق كل واحد، انا حيت عندي غادي ندير شويه كيعطي المذاق زوين. وصافي كنقدروا على هذا الشكل الصحه والراحه. من بعد ما يطيب هاد القمرون دغيا كيطيبوها غير السخونيه، صافي بارك عليه، غير السخونيه كيطيب. من بعد ما يطيب غادي نقدموه لكم بالصحه والراحه. في الفيديو القادم ان شاء الله، نتمنى يعجبكم.